هحتاج الشاليمو اللي عندي، وهحتاج ابره وخيط، وهحتاج مقص. انا هشتغله كله بالخيط، ما فيهوش اي لزق خالص، ما فيهوش اي شمع، فموضوع سهل. هاخد عودين شاليمو واقصهم رفيع زي ما احنا شايفين كده، هقصهم رفيع بدل الخرز يعني عشان اجمع احطه في الفواصل. انا محتاجه من اللي انا قصيته ده مقاسين، مقاس صغير ومقاس اكبر شويه. الصغير ده هعمله في الجزء اللي فوق، والاكبر شويه ده هعمله في اخر الفانوس هنا كده، يعني الجزء الصغير هحطه في الفواصل اللي هنا، اما الكبير شويه هحطه تحت. اول حاجه هعملها هجيب 9 من الشاليمو وهقصهم بالنص. هاجي هتني واحده منهم كده، هاخد مقاسي بالظبط كده واقص، وهجيب واحده من اللي انا قسمتهم بالنص دول وابدا اقص عليها بقيه الشاليمو اللي عندي، اظبطهم جنب بعض وابدا اقص عليها كده. هقصهم كلهم ونرجع نشوف مع بعض هنعمل ايه. كده لما قصيت ال9 اللي انا قصيتهم كده دول بقوا 18. هجيب 18 عود على بعض وهبدا اقص دون بقى تلت وتلتين، يعني تقريبا هاجي هقص هنا بالتقريب بالشكل ده، وهبدا اقصهم كلهم بنفس الطريقه. انا كده عندي قصيت 3 مقاسات، انا ممكن اكبر اصغر على حسب ما انا عايزه. ممكن اعمل بطول الشاليمو كله واعمل التانيين اصغر شويه. العدد بتاعهم قد بعض متساوي، يعني انا عملت 18 من اللي هو نص شاليمو، و18 من تلتين، و18 من تلت الشاليمو. دلوقتي كده هاخد ال 18 الاولانيين اللي هم اللي انا قسمتهم بالنص، وهجيب ابره وخيط وهبدا اشبكهم كلهم من فوق. هجيب الشاليمو بالشكل ده وهبدا ادخل فيه الابره كده من على الحرف، هشبكهم كلهم جنب بعض. انا كده جمعتهم على الخيط زي ما احنا شايفين بالشكل ده. الخطوه اللي جايه اللي انا هعملها ان انا هبدا هشد الخيط جامد كده، وهجيب الابره اللي عندي وهدخلها في بدايه الخيط من الناحيه الثانيه. هاجي من هنا، الخيط انا عاملاه طبقات كتير كده طبقه، وباجي في نصه بقسمه من النص كده وبدخل فيه الابره عشان يبقى جامد وما يفكش مني كده اهو بالشكل ده. وابدا برضو اشد تاني، اضم كله مع بعض بالشكل ده، وهبدا اربط دي كويس. هعديها كده اهم حاجه ابقى شاده جامد عشان ما تفكش مني، وهعقدها تاني مره كمان عشان تبقى جامده كده. الجزء الاول اول حاجه عندي خلصتها اهي بقت بالشكل ده. دي اول خطوه عندي. الخطوه اللي جايه هبدا بقى اركب الجزء الاكبر شويه اللي هي الشاليمو التلتين اللي عندي اللي انا قصيته دوت. هبدا هشبكه ازاي؟ هلضم الابره من تحت جامد، خليها تبقى تخينه كده لغايه عشان ما تعديش من الشاليمو بسهوله. واجيب الابره بقى وابدا الخطوه اللي جايه. انا هسيب حته لبره شويه وهواجي لجوه سنه كده، وهعدي الابره زي ما بعمل، وهبدا بقى احط اللي انا قصيته. انا جبت شويه قصيتهم زي ما قلت لكم، هبدا احط واحده، وبعد كده احط الشاليمو اللي عندي الكبير اللي هو الطويل دوت، وهحط كمان واحده، وهعديهم من اللي بعدها. هوريكم المنظر دلوقتي هتاخد دي واوريها لكم. انا عديت واحده من اللي هما اللي فوق، وبعد كده هو ركبت واحده من الصغيرين، ركبت الجزء الكبير اللي عندي، ركبت حته من الصغيرين اللي قصاهم هقول عليه الخرز اللي انا قصاه، وبعد كده دخلت اللي جنبها، وهبدا هعدي الخيط وهعمل الباقي كله بنفس الطريقه. هاجي
بالشكل ده. هكملها كلها بنفس الطريقه وارجع لكم نشوف الخطوه اللي بعد كده ايه. كده عندي الحاجه بقى بالشكل دوت زي ما احنا شايفينها كده مع اخر واحده دي. هاجي هعمل نفس الحركه اللي عملتها فوق، هعدي الابره من الخيط كده بالشكل ده، وهبدا هشدها كده زي ما احنا شايفين. هعمل ايه برضو؟ هربط هنا دي، هربطها جامد. هاجي بقت عندي بالشكل ده كده. هاجي دلوقتي هعمل ايه؟ هجيب هاجي عند الجزء اللي هو اللي تحت دوت، اللي تحت ده، وهبدأ اجيب الصغير اللي عندي، هدخل واحدة من دي وواحدة من الصغير كده، هعدي واحدة من الكبيرة واحدة من الصغيرة بالشكل ده. كده انا ركبت الحاجه اللي عندي كلها. هبدا برضو اعمل نفس الحركه، ان انا اشد الخيط على قد ما اقدر بحيث ان انا اجمع الحاجه دي كده. نفس الحركه اللي هعملها برضو هجيب الابره معايا وهعطيها من الخيط اهي، واشد على قد ما اقدر وابدا اربط كده، وبعد كده بقصها. بقى عندي فانوس بالشكل ده. اخر حاجه هعملها عشان بس امسك الجزء اللي تحت ما يتحركش مني، ما يقعدش كل شويه يتحرك، هاجي هنا وهجيب الابره وبرضو اشبك نفس اللي عملته فوق، بس المره دي هدخل دي كده من جوه شويه، يعني انا هعملها من جوه شويه مش هعملها من بره، من جوه شويه كده، وهبدا احط واحده من اللي انا قصاهم دول طوال وهعديها وهشبكها في اللي بعدها. انا هنا بحاول اقدر المسافه ان تبقى المسافه اللي انا سايباها في كل واحده قد الثانيه. هتبقى عندي بالشكل ده هنا كده زي ما احنا شايفينها كده اهي. هكملها كلها وارجع لكم ونشوف اخر حاجه هنعملها في الفانوس ايه. انا هنا كده ركبت الحاجه كلها زي ما احنا شايفينها بقى بالشكل ده كده. هعمل برضو اخر خطوه زي ما عملتها قبل كده، نفس الفكره بالظبط. برضو هدخل الابره من الخيط كده بقى منظره بعد ما خلص. هاجي احط هنا شريط ستان كده. دلوقتي انا كده اخر حاجه عندي ان انا هركب الحلقه دي فوق اللي هي اليد في الايد بتاعت الفانوس. هحط شمع هنا كده. بقى عندنا الفانوس بالشكل دوت، شكله جميل جدا. انا ممكن اجيب وحده اضاءه زي كده تمام، وهاجي على الفانوس هيخش هنا كده في الفانوس كده والزق. الحاجات اللي انا محتاجاها، محتاجه ازازه فاضيه، محتاجه دهان او سبراي او جليتر على حسب ما احنا عايزين. يعني انا ممكن ادي دهان، ممكن ادي دهان وارش جليتر، ممكن ادي غيره وارش جليتر، ممكن بسبراي واخلصها، يبقى تبقى سهله بالنسبه لي. كل اللي هنعمله ان احنا نقص ازازه وهندهنها. وهبدا من الجزء اللي هنا الخط اللي هنا ده، هاجي تحتيه على طول وهبدا هعمل خطوط لغايه اللفه الكامله اللي عندي. اول لفه عندي اللي هو الجزء ده هنا كده لافف كده، هوقف القص بتاعي لغايه الجزء ده داير داير. هجيب القطر وهاجي من هنا كده وهبدا افتح دي كده انزل بيها. لو انا خايفه ان القطر يضايقني هفتح حته من القطر وهجيب المقص وهوصل لغايه الخط اللي عندي اللي هو هنا. وهعمل كلها بالطريقه دي، هعمل مقاسات متساويه. بقت كده هعملها كلها بنفس الطريقه وارجع لكم ونشوف هنعمل ايه تاني. هنا كده انا رجعت لكم قصه الازازه كلها بقت بالشكل ده.
الخطوه اللي انا هعملها ان انا هتني هنا، بس عشان هتني هنا وتطلع مظبوطه مني هقص الاول الجزء اللي تحت ده. هاجي من بعد الخط اللي عندي بشويه وهبدا اقص من هنا كده، هدخل ايدي من جوه من هنا وهبدا اتني دي لبره كده. هحاول اضغط عليها جامد قوي بحيث ان المنظر عندي يبان. دي اول خطوه عندي. الخطوه اللي عندي دلوقتي الجزء اللي تحت دوت، هاجي برضو في عندي هنا في المنظر اللي هنا لفتين مظبوطين. انا جيت عملت عند اللفه الاولانيه ووقفت اللي هنا هعكس بقى، هقص لغايه الجزء ده، هقص كده لغايه الخط اللي هنا وهقف. نفس اللي عملته فوق هعمله، بس المره دي همشي مع الخط. يعني ممكن الحاجه دي الخط اللي عندي هنا هيبقى بميل، هعمل كده وهمشي مع الميل كده. هبدا المها شويه بحيث ان هي تبقى منظرها كويس عندي كده. يعتبر القص خلاص. الخطوه اللي عندي دلوقتي ان انا هدهن الفانوس اللي عندي كله. انا حابه ادهنه المره دي بلون ذهبي، فهجيب اللون الذهبي يا اما بسفنجه يا اما بفرشه ادهنه كله. انا هدهنه خلصه كله واسيبه ينشف وارجع لكم نشوف نعمل اخر حاجه فيه. هو كده خلاص نشف. اللي هعمله دلوقتي ان انا هجيب شريطه من الفوم هلفها هنا في الجزء ده، ويفضل الفوم يبقى بلزق علشان الازايز دي ما بتستحملش الشمع عليها بتسيح. هفكها والزقها. الموضوع سهل خالص. الوقت اللي انا هعمله ان انا برضو هعمل نفس الحكايه دي فوق. هجيب عندي برضو فوم وهلزقه في الجزء اللي هنا. انا كده هنا عملت من فوق ومن تحت. هنا هو انا ما حطيتش شمع على الازازه نفسها، انا حطيت شمع على الفوم وعلى بعضه. اللي عندي دلوقتي ان انا هداري الجزء ده وهركب الحلقه اللي عندي. هعمل ايه؟ هجيب مسدس الشمع وهو سخن كده هحطه هنا الجزء ده هيسيحه. هجيب الحلقه اللي عندي وادخلها وهي لسه سخن كده، وهحط هنا بقى شمع كتير كده وهلزق الحلقه بتاعتي. انا استنيت لما الحلقه مكانها نشف. انا جيت هنا هون لفيت اللي هو التيب دون او السيلوتيب دون، لفيته على حلقه الستاير عشان يبقى شكله احسن. انا هنا سايباه بلونه علشان هنا لونه فضي مع الحاجه فيها فضي، فانا سايباه بلونه. اما هنا هون حبيت ان انا اخليه لون الفوم اللي عندي، وممكن نستبدل الفوم ممكن نستبدله باللي هو التيب دون. انا هنا كده عملت الحلقه بالشكل ده. دلوقتي هجيب حته فوم برده ممكن تيب هلفها بقى، ابدا الفها على الغطا الازازه نفسه. هجيب كده اخر حاجه هعملها ان انا هركب الفيونكات. انا ركبت واحده هنا اهو وعملت اتنين تانيين، واحده كبيره تانية وواحده صغيره. هبدا احطهم هنا. ده كده بقى الشكل النهائي بتاع الفانوس اللي احنا عملناه مع بعض. الفانوس ده اللي احنا عملناه مع بعض انا دهنته بالذهبي بس. ده بعد ما دهنته اديته جليتر. احنا برضو ممكن نحط جليتر بعد ما ندهن، هو لسه الدهان طري نحط الجليتر بتاعنا لو حابين. ودون انا دهنته بدهان عادي من غير اي جليتر وحطيت له فوم بيلمع. بقى عندي الفانوس بقى شكله جميل جدا. انا هحتاج ازازه كلور، دي ازازه كلوروكس الوان. اللي هنحتاجه الجزء اللي فوق دوت. عايزه برطمان، هو البرطمان ده اللي عندي اللي انا عامله بيه اللي هو الجسم بتاع الفانوس نفسه. هحتاج لو في كوره يبقى افضل، هي دي كانت كوره وانا قسمتها وحطيتها على الغطا ده
عشان تديني منظر. انا محتاجه التيب اللي هو دون. دي البقره دي بجنيه. نشوف الخطوات ونشوف هنعمل ايه. نبدا مع بعض. اول حاجه هعملها انا هاجي هقص الاجزاء اللي انا محتاجاها. الجزء اللي هو فوق ده اللي هو الحته اللي فوق لغايه هنا كده، هجيب القطر وهحاول على قد ما اقدر اظبط ايدي بحيث ان انا لما اقص تطلع مظبوط. هاجي هنا واقص. هيبقى عندي ده الجزء الاولاني انا هظبطه كده لسه كمان، هيبقى هو ده الجزء اللي فوق. وهاجي هاخد الجزء ده اللي هعمله القاعده اللي تحت، هاجي هقص لغايه الخط اللي هنا بالظبط. دلوقتي انا قصيت الجزء اللي عندي بقى بالشكل ده، ده اللي هيتحط عليه القاعده بتاعه الفانوس. انا هنا ممكن اسيبها زي ما هي كده، وممكن اعملها فستون زي دي. انا هسيبها ساده بحيث ان واحده ساده وواحده فيها فستون، وهقول لكم الطريقه ازاي. جبت القلم وبدات ارسم هنا كده نص دايره، حاولت ان انا اظبطهم قد بعض وقصيتهم بالمقص عادي خالص. انا هنا الخطوه اللي هعملها، انا خلاص عملت الحاجه اللي عندي قصيتها وظبطتها. الخطوه اللي هعملها ان انا هحاول اظبطها بالمكوه. هجيب ورقه عشان بس بوصل المكوه، وهاجي هظبط كده. انا عملت الجزء اللي فوق واللي تحت، يعتبر كده خلاص خلصت الجزء اللي هنا ده. سهل جدا ما فيهوش حاجه، طبعا هو مش هيقف غير لما الزقه. فاضل بس عندي الايد. عشان اعمل الايد لفه كده انا جبت قصيت الجزء اللي فوق. انا عايزه اخر حته تحت اللي هي الحته اللي في الاخر دي، هقصها هفتحها كده. واما تلاقي الخير والحب في كل مكان، هاجي اجيب الجزء ده وهبدا امشي معاه على واسع وضيق. طبعا لو هي مش سهله بالنسبه لنا هنظبط دي من فوق ومن تحت كده وخلاص. هيبقى بالشكل ده كده، هتبقى دي الايد بتاعتي. هنا دلوقتي كده انا خلصت الاجزاء اللي عندي كلها. دلوقتي هاجي على الفانوس اللي عندي، هجيب اللزق اللي هو التيب ده باي لون انا عايزاه. وهاجي هعمل ايه، هاجي في خط هنا في البرطمان، هاجي هقف عنده وهلف التيب اللي معايا ده لفه كامله لغايه ما ارجع هنا تاني. تمام. وانا بعمل هشد ايدي شويه عشان الكيرف واللفه اللي فيه تيجي مظبوطه، ما يبقاش فيه اي متموجات او حاجه معوجه فيه. هاجي هعمل كده، هعمل الناحيه الثانيه نفس الطريقه. هاجي عند الخط اللي الناحيه الثانيه هبدا الف التيب برضو لفه كامله عليه لغايه ما ارجع لها تاني. بقى عندي بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. الخطوه اللي انا هعملها دلوقتي ان انا بقى الزق الحاجه في بعض. هاجي اول حاجه هجيب القاعده اللي عندي تحت دي وهحط هنا شمع كتير. الخطوه اللي عندي دلوقتي ان انا هركب الجزء اللي فوق، بس قبل ما اركب الجزء اللي فوق حابه ان انا هداري ده برضو بالتيب. هاجي اعمل كده اداريه كله. بقت عندي بالشكل ده. اخر حاجه هعملها ان انا هركبها هنا، بس قبل ما اركبها على طول هركب فيها اليد. هعمل هتني الايد من هنا ومن هنا كده. هبدا الزق الجزء ده من جوه كده برضه عشان تبقى مظبوطه. في عندي خطين في ازازه الكلور ممكن نعمل عليهم عشان تبقوا قصاد بعض بالظبط. هحط شمع هنا هنا كده. انا لزقت ده بالشكل ده كده كده. الخطوه اللي عندي اللي جايه ان انا هحط شمع هنا كتير وهلزقه كده. هنا انا خلصت ده كده. هاجي هنا كده عشان الايد تبقى ملمومه شويه، ممكن اسيبها عايزه اسيبها كده اسيبها، مش عايزه هبدا احط شمع هنا وهنا وهمسكها كده شويه عقبال ما الشمع ينشف. انا ممكن وهي كده
هجيب شريط التيب هلفه داير هنا كده. في نمرتين صغيرين محطوطين عندي بالشكل ده كده بنفس اللون، فانا هحط لهم شمع والزق. بقى الفانوس عندي بالشكل ده كده. انا ده مرضتش اعمل فيه فيونكات عشان يبقى للولاد وده للبنات بالشكل الجميل ده. وكده انا اكون خلصت، وده الشكل النهائي بتاعنا بعد ما خلصنا خالص. الفوانيس شكلها جميل قوي ولذيذه، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، يعني اشتراك في القناه، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد. سلام. يا ماما جميلة، انت حلوة، انت كانت جميلة وانت شاطرة وانت جميل يا حبيبي والله، وانت كمان جميل يا حبيبي. وانت كانت جميلة. انت اللي جميل يا قلبي.